فيلمنا بيبدأ باتنين متجوزين اسمهم نيك وأودري، وبيكونوا زوجين سعداء جدا في حياتهم وعايشين قصة حب جميلة، وبيكونوا شغالين في القضايا الخاصة. لكن المشكلة اللي بتواجههم إن شغلهم صعب بالنسبة لهم وبيعانوا فيه، لأن خبرتهم قليلة على إنهم يكونوا محققين، وعلشان كده مفيش أي زباين أو عملاء بيستأمنوهم على القضايا بتاعتهم. علشان كده بيكونوا حاسين على طول إنهم فاشلين ومش بيكونوا عارفين يتصرفوا إزاي علشان يجيلهم شغل. وبنشوف بعد كده نيك وأودري وهم بيتكلموا في الموضوع ده وبيحاولوا يوصلوا لطريقة علشان يجيلهم زباين. وفي نص كلامهم بيجي نيك مكالمة من واحد اسمه فيكرم، وبنعرف ان فيكرم ده الصديق المقرب لنيك وأودري، وسبب مكالمته ليهم دلوقتي هو انه عايز يقول لهم مفاجأة، وهي انه خلاص ربنا هداه وقرر انه يتجوز وفرحه اخر الاسبوع، وبيكون متصل بيهم علشان يعزمهم على الفرح اللي هيكون في الجزيرة الخاصة بتاعته، وبيبلغهم كمان انه هيبعت لهم طيارة خاصة تجيبهم لحد الجزيرة، وكمان هيشيل تكاليف السفر بتاعتهم ومش هيخليهم يدفعوا ولا حاجة. وفيكرم ده بيكون غني جدا وقريب جدا لنيك وأودري. وبعد ما المكالمة بتخلص بنشوف نيك وهو متحمس جدا للسفر والفرح صديقه المقرب. وبالرغم من ان أودري صاحبة فيكرم جدا وبتحبه، الا انها بتكون شايفة انهم ما ينفعش يسافروا السفرية دي، لانهم لازم يفضلوا في المدينة علشان يهتموا بالشغل بتاعهم ويشوفوا طريقة يجيبوا بيها زباين. فنيك بيقول لها انهم بقالهم فترة كبيرة بيعانوا بسبب حالهم الواقف ولازم ياخدوا بريك، والسفرية دي فرصة ما تتعوضش وجت في وقتها، لانهم هيسافروا وهيتبسطوا من غير ما يدفعوا اي حاجة. ده غير انهم هيحضروا فرح صديقهم المقرب وهيكونوا معاه في يوم مهم زي ده. ونيك بيفضل يقنع في أودري لحد ما بتوافق وبيجهزوا علشان يسافروا، وفيكرم فعلا بيوفي بوعده وبيبعت لهم طيارة خاصة وبتاخدهم على الجزيرة بتاعته. ولما بيوصلوا هناك بيتفاجئوا بجمال الجزيرة وحلاوتها، وفيكرم بيستقبلهم وبيرحب بيهم انهم جم، وبيكون مبسوط جدا. وبتكون خطيبته معاه واسمها كلوديت، وبتكون فرنسية تحديدا من باريس، وبيعرفها فيكرم على نيك وأودري. وبعد ما بيتعرفوا على بعض بياخدهم فيكرم علشان يعرفهم على واحد رتبته عقيد واسمه أولينجا، وده بيكون المسؤول عن تأمين فيكرم. وبيبان ان نيك وأودري يعرفوا أولينجا من زمان وصاحبهم كمان، وبيتصدموا هما الاتنين لما بيلاقوا دراع أولينجا مقطوع. ولما بيسألوه ايه اللي حصل قال لهم انه هو بيدافع عن فيكرم من عملية اغتيال خد طلقة في دراعه واضطروا يعملوا له عملية بتر. ولما بيسمع نيك وأودري القصة دي بيتأثروا جدا وحاولوا يواسوه، خصوصا لما عرفوا ان فيكرم عين حد تاني بدل أولينجا لما دراعه راح. لكن أولينجا بيطمنهم انه كويس وزي الفل، والموضوع مش صعب زي ما هو ظاهر لهم ولا مأثر عليه. وبعدها فيكرم وكلوديت بياخدوا نيك وأودري للفيلا اللي هيقعدوا فيها، وبيقول لهم يجهزوا لان بالليل في حفلة علشان فرحهم، والحفلة هتكون على الطريقة الهندية وهيكون فيه مراسم جديدة ومختلفة خاصة بالفرح، والحفلة دي هتكون من ضمن مراسم الفرح. وبعد ما فيكرم وكلوديت رحبوا بيهم وعرفوهم كل حاجة سابوهم بقى علشان يريحوا. وأول ما نيك وأودري بيدخلوا الفيلا بينبهروا لأن شكلها بيكون فخم جدا وبتطل على منظر حلو جدا، ده غير الهدايا بتاعتهم اللي بيلاقوها. بعد كده بيدخلوا الفيلا وبيتعرفوا عليها وهم منبهرين ومبسوطين جدا، وبيكونوا حاسين ان دي احلى رحلة راحوها في حياتهم. بعد كده بيروحوا يشوفوا هيلبسوا ايه في حفلة بالليل، وفجأة بيلاقوا الدولاب اللي في الأوضة مليان هدوم هندية مخصوص ليهم وعلى مقاسهم بالظبط. وبالليل بيجهزوا بيلبسوا الهدوم وبيروحوا الحفلة وبيستمتعوا بالحفلة لحد ما بيظهر راجل اسمه بيريز بيقعد يتغزل في أودري وبيكون عايز يتعرف عليها. وأودري حاولت تبعده عنها بأي طريقة وقالت له إنها متجوزة، وبتنده على نيك علشان تعرفهم على بعض. وأول ما نيك بيوصل بيتعرف على بيريز وبيكون عارف إنه لاعب كورة كان مشهور. ولما بيتعرف نيك على بيريز بيسأله يعرف فيكرم منين، فبيرد عليه بيريز وبيقول له إنه رئيس مجلس الإدارة لشركة من الشركات بتوع فيكرم. وبيقعدوا يتكلموا سوا، فبتسيبهم أودري وبتروح تقعد مع أخت فيكرم وبيكون اسمها سايرا، وبيقعدوا يتكلموا سوا وبتتعرف أودري عليها لأنها ما كانتش تعرف إن فيكرم عنده أخت أصلا. وبعد شوية بيجيلهم نيك وبيقعدوا هما التلاتة مع بعض وبيتكلموا سوا، وبتعرفهم سايرا إن خطيبة فيكرم اللي سابها كان اسمها سيكو، ودي بتكون موجودة في الحفلة. وبتعرفهم إن جواز فيكرم وكلوديت كان صدمة بالنسبة لسيكو، وده مش علشان فيكرم سابها وراح يتجوز، لا ده كمان علشان كلوديت كانت صاحبة سيكو المقربة. بعد كده بتبدأ فقرة الرقص، فبيقوم نيك وأودري وبيرقصوا، وفي نهاية الحفلة دخل فيكرم وهو راكب فيل وبينبهر كل الموجودين.
وفجأة فيكرم بيقع من على الفين وبيبان إنه ميت بطعنة في ظهره، وكل الموجودين في الحفلة بيتصدموا من المنظر لحد ما بيقربوا من الجثة وبيكتشفوا إن الجثة مش جثة فيكرم وإنها جثة واحد من حراسه. وهنا بيفهم نيك إن في حاجة غريبة بتحصل وفي حد عايز يلهي الناس عن حاجة تانية بتحصل. فبيطلع نيك بسرعة جري من المكان علشان يشوف إيه اللي بيحصل بره، ولما بيطلع بيتصدم من اللي بيشوفه، وهو إن في شخص مقنع بيعتدي على فيكرم وبيضربه جامد وبيخطفه. ونيك هنا بيحاول يوقفه، لكن الشخص ده بيكون معاه سلاح وبيضرب رصاص على نيك وبيقدر يبعده. والمجرم ده بياخد فيكرم على مركب وبيهرب بيه، وفجأة بتختفي المركب في البحر، ونيك بيكون شايف اللي بيحصل وما بيبقاش عارف يعمل ايه. فبيروح نيك للمكان بتاع الحفلة وبيقول للموجودين ان فيكرم اتخطف، وبيقرر ان هو ومراته اللي هيحققوا في عملية خطف صاحبهم وهيحاولوا يرجعوه. فبيبدأوا يفسروا كل اللي حصل في الحفلة، وأول حاجة بيستنتجوها هو إن في شخص على الجزيرة هو اللي شارك المجرم في خطف فيكرم وساعده إنه يعمل كده، وده لأن المجرم كان عايز حاجة تلهي الناس علشان يقدر يخطف فيكرم من غير ما حد ياخد باله. وفي حد ساعده عن طريق فقرة الفيل، وبالتالي كل الموجودين على الجزيرة مشتبه فيهم. ونيك وأودري بيحققوا مع الأشخاص المتهم فيهم زي كلودات خطيبة فيكرم لأنها كانت بنت فقيرة ومستواها كان محدود جدا، وكمان سيكو خطيبة فيكرم القديمة اللي سابها واللي ممكن تكون عايزة تنتقم منه. ده غير كمان أولينجا لأنه فيكرم عين واحد غيره للحراسة بعد ما اتصف دراعه فقده، رغم إنه فقده بسبب إنه كان بيحميه. وفي كمان بيريز وسايرا لأنهم كانوا عارفين إن في فقرة للفيل وممكن يكون حد منهم هو اللي دبر كل ده. وبتكون المهمة دي صعبة جدا على نيك وأودري لأن المشتبه فيهم عددهم مش قليل، ده غير إن كل واحد من المتهمين بيتهم غيره باللي حصل، وكلهم بيتخانقوا مع بعض وشاكين في بعض. فبيقاطعهم نيك في الكلام وبيقول لهم إنهم لازم يهدوا لأن ده مش وقته، وكل اللي عليهم إنهم يستنوا إن اللي خطف يتواصل معاهم علشان يعرفهم هو عايز إيه، بعد كده يشوفوا هيعملوا إيه. وتاني يوم كل اللي في الجزيرة بيتفاجئوا بمجموعة من المحققين مستواهم عالي جدا جايين يحققوا في قضية خطف فيكرم. ورئيس المحققين دول بيكون اسمه ميلار، وده بيكون محقق شاطر جدا وكمان مشهور، وبيكون نيك وأودري عارفينه كويس. فنيك وأودري بيروحوا لميلار وبيقولوا له على كل المعلومات اللي جمعوها، بس ميلار بيكون عارف كل اللي بيقولوه لأنه عامل تحرياته وعارف المشتبه فيهم. وأصلا ميلار بيكون شاكك في نيك ومراته وبيكون حاسس إنهم ورا كل اللي حصل، وبيعملوا كل ده علشان يزودوا شعبيتهم كمحققين مش أكتر. ونيك وأودري بيزعلوا جدا لما بيعرفوا الكلام ده، وقعدوا يحلفوا له إنهم مش هيعملوا كده أكيد. وهنا بيتصل الخاطف وبيطلب إنه يتكلم مع الشخص اللي ضرب نار عليه اللي هو نيك. فبيطلب ميلار من نيك إنه يكلم الخاطف ويحاول يمط معاه في الكلام يمكن يعرفوا فين مكانه، وبيوافق نيك وبيكلم الخاطف وبيحاول يزود معاه في الكلام، بس الخاطف بيكون كلامه قليل ومختصر جدا، وبيطلب فدية 70 مليون دولار. وبيشترط الخاطف إن الفلوس دي تكون على هيئة سندات، ونيك هو اللي يوصلها بنفسه، وبيحدد مع نيك الوقت بتاع التسليم وهو تاني يوم في مكان في باريس. وبيقفل الخاطف في وش نيك السكة قبل ما الفريق يقدر يحدد مكانه، فبيضطر ميلار إنه ينفذ كلام الخاطف ويروحوا يسلموا له الفدية في المكان اللي هو حدده. وساعتها ميلار والفريق هيكونوا بيراقبوهم من بعيد علشان يتدخلوا ويقبضوا على الخاطف. وتاني يوم بيسافروا كلهم لباريس، وبيوصل نيك وأودري لمكان التسليم وبتكون الفدية معاهم، وميلار بيكون موجود بعيد وبيراقبهم. وأول ما نيك وأودري بيوصلوا لمكان التسليم الخاطف بيتصل بيهم وبيوصف لهم عربية وبيطلب منهم يروحوا عند العربية دي، وفعلا بيلاقوا العربية وبيروحوا هما الاتنين ليها، وبيتصدموا لما بيلاقوا فيها مجرمين كتير مش واحد بس. والمجرمين دول بيهددوا نيك ومراته وبياخدوهم بالعافية في العربية وبيمشوا بيهم. وأول ما ميلار بيشوف اللي بيحصل ده بيمشي وراهم بعربيته وبيفضل يطاردهم. وفي الوقت ده المجرمين بيكونوا عايزين ياخدوا الفلوس من نيك وأودري ويقتلوهم، لكن نيك ومراته قدروا انهم يستقوا عليهم ويضربوهم. وبعد مقاتلة بينهم قدر نيك وأودري انهم يقضوا على المجرمين، والعربية فجأة بتعمل حادثة، لكن نيك وأودري بينجوا بحياتهم. ولما بيخرجوا من العربية بيتصدموا لما بيشوفوا
بيشوفوا في الأخبار إنهم متهمين بخطف فيكرام، والشرطة بتدور عليهم في كل حتة، ومش بيكونوا فاهمين إيه اللي حصل لكل ده ولا يتصرفوا إزاي علشان يتخلصوا من المصيبة دي. وهنا بيجي لهم ميلار اللي كان أصلا ماشي وراهم وبيقولوا له على الأخبار اللي سمعوها، فبيقول لهم ميلار إنه هيساعدهم إنهم يخلصوا من المصيبة دي ويثبتوا براءتهم، لكن لازم في الأول ياخد منهم الشنطة بتاعت الفلوس لأن وجودها معاهم بيثبت التهمة عليهم. ونيك فعلا بيديله الشنطة، وفي اللحظة دي أودري بتكون شاكة في ميلار لأنه كان مصر إنه ياخد الشنطة منهم، فبياخد ميلار الشنطة منهم وبيحطها في عربيته. وأول ما بيركب ميلار العربية بتنفجر فجأة وبيبان إنه مات، وفجأة بيجي راجل مجهول راكب عربية بياخد الشنطة اللي كان فيها الفلوس وبيخلع. ونيك وأودري بيكونوا شايفين كل اللي بيحصل ده وبيقدروا يعرفوا النمر بتاعة العربية، وبيروحوا بعد كده وهم متنكرين لواحد زميلهم علشان يساعدهم، وبيدوله نمر العربية علشان يقدر يحدد لهم مكانها. وفعلا بيعرفوا مكان العربية فين وبيتحركوا بسرعة ليها، ولما بيوصلوا للمكان بيلاقوه قصر مبهر جدا. وفجأة وهم داخلين القصر لقوا سيكو حبيبة فيكرام القديمة في وشهم هي والمساعدة بتاعتها، وفي ايديهم سلاح رافعينه في وشهم، وبياخدوهم بعد كده وبيربطوهم جوه القصر. ونيك وأودري بيحسوا ان سيكو هي اللي خطفت فيكرام وبيسألوها على مكانه، بس سيكو بتقول لهم انها ما خطفتش فيكرام ولا تعرف عنه حاجة، بس بتقول لهم انها هي اللي سرقت الشنطة اللي فيها الفلوس لان الفلوس دي كلها اغرتها. وبعد ما بتاخد سيكو الشنطة بتاعت الفلوس بتولع في القصر وبتسيب نيك وأودري مربوطين وبتمشي، بس قبل ما تمشي بتضرب المساعدة بتاعتها بالنار علشان ما يبقاش حد عارف ايه اللي هي عملته. بس فجأة المساعدة بتضرب سيكو بالنار وهما الاتنين بيموتوا. ونيك وأودري بيشوفوا اللي بيحصل ده كله وهم مربوطين ومصدومين ومش عارفين يهربوا ازاي، فبيحاولوا يفكوا نفسهم قبل ما يولعوا، وفعلا بيقدروا يفكوا نفسهم وبياخدوا الشنطة بتاعت الفلوس وبيهربوا من المكان. وبيتصلوا بعد كده بريز وكلوداد وسايرا وأولينجا وبيعرفوهم انهم عارفين ان في حد فيهم بيتكلم مع الخاطف وبيتواصل معاه، وبيقولوا لهم انهم متاكدين دلوقتي ان سيكو بره الموضوع. بعد كده بيطلبوا منهم انهم يخلوا الخاطف يقابلهم في مكان معين وهم هيدوله الفلوس مقابل انهم يرجعوا فيكرام. وبعد شوية بيتجمعوا في المطعم وبيكونوا مستنيين الخاطف يجي، لكن فجأة بيلاقوا فيكرام داخل عليهم ولابس قنبلة وهتنفجر خلال دقيقة. وبيقول لهم فيكرام ان الخاطف بيقول لهم يحط الفلوس في الاسانسير ويطلعوها الدور اللي فوق، ولما يعملوا كده الخاطف هيبعت لهم الجهاز بتاع التفجير في الاسانسير علشان يوقفوا القنبلة وما تنفجرش. وساعتها نيك بيقدر يفهم اللعبة وبيبلغ الموجودين ان القنبلة دي ولا هتنفجر ولا حاجة لان الخاطف اكيد مش هيعرض استلام الفدية للخطر. وفعلا لما الدقيقة بتعدي القنبلة مش بتنفجر وكلام نيك بيطلع صح. وهنا بيظهر ميلار في المكان اللي بيكون زي في موته وفجر عربيته علشان محدش يشك فيه، وبنكتشف ان ميلار هو اللي ورا كل ده من الاول، وأودري كان عندها حق لما شكت فيه. ولأنهم اكتشفوا الحقيقة قرر ميلار إنه يفجرهم كلهم، وفعلا شغل القنبلة اللي فيكرام لابسها، وبيبدأ ميلار يتخانق معاهم وبياخد شنطة الفلوس وحاول يهرب، لكن نيك ومراته حاولوا يوقفوه علشان ياخد المفجر منه ويوقفوا القنبلة ويقدروا يقبضوا عليه. ومن هنا بتبدأ المعركة بينهم، وبعد شوية بيقدروا يوقفوا القنبلة وبيقبضوا على ميلار والرجالة بتوعه. وبعد كده فيكرام بيشكر نيك ومراته إنهم هم اللي أنقذوا حياته، وكل الموجودين بيكونوا مبسوطين لأن الكابوس ده خلص. لكن أودري بتكون حزينة جدا وبتفكر في مين الجاسوس اللي بينهم اللي كان شريك ميلار واللي كان بيوصل له الأخبار، وبتستنتج أودري إن الجاسوس ده هي سايرا لأنها هي الوحيدة اللي كانت مختفية قبل لحظة دخول الفيل للحفلة، وعملت كده علشان فيكرام هو اللي وارث كل الشركات بتاعت أهلها، ده غير إنه هو اللي بيدير كل حاجة وهي ملهاش لازمة رغم إنه كسول جدا، وهي بتحب الشغل وذكية جدا. علشان كده قررت إنها تخطف أخوها وتطلب الفدية الكبيرة دي، علشان كده طلبت من ميلار إنه يساعدها، ده غير إنها كانت مقررة إنها تموت فيكرام بعد ما تاخد الفلوس. والمفاجأة إن لما نيك وأودري واجهوا سايرا بكل الكلام ده، سايرا ساعتها ما أنكرتش وفجأة طلعت مسدس وضربت النار على أخوها، بس فجأة أولينجا بينقذ فيكرام وبيقف قدامه علشان ياخد الطلقة بداله. وهنا كلودات بتضرب سايرا وبيغمى عليها، وفجأة الشرطة بتوصل بعد ما نيك وأودري أنقذوا الموقف تاني، وبيبان إنهم محققين
شاطرين. وفي اللحظة دي بيروح فيكرام علشان يطمن على أولينجا اللي تفادى رصاص عنه وأنقذ حياته، وبيبان إنه خد طلقة في الدراع القديم وهيبتره هو كمان. وبيشكروا فيكرام على اللي عمله وبيوعدوا إنه هيجيب له أيادي صناعية. وبعد كده بيروح فيكرام لنيك ومراته وبيقول لهم إنه هو وكلوديت هيهربوا علشان يعيشوا في سلام، وبيشكرهم فيكرام على اللي عملوه وإنهم أنقذوه. بعد كده بيودعهم وبيمشي هو وكلوديت. وتاني يوم فيكرام بيبعت لنيك وأودري شنطة مليانة فلوس كتيرة جدا كشكر على الموقف اللي عملوه معاه. كمان بيبعت لهم الطيارة الخاصة علشان لو عايزين يروحوا أي حتة. وساعتها نيك وأودري بيتبسطوا جدا وبيلفوا العالم بالطيارة والفلوس الكتيرة اللي معاهم. وفجأة وهما في الطيارة بيلاقوا الطيار رافع عليهم سلاح وبيطلب منهم الفلوس اللي معاهم. ولما بيدوله الفلوس بيهرب الطيار بسرعة وبينط بباراشوت من الطيارة وبيسيبهم في الطيارة وهما الاتنين بيحاولوا يتصرفوا علشان ما يموتوش. وبنفهم انهم بعد كده هيرجعوا من تاني للعيشة القديمة بتاعتهم وهيرجعوا لشغلهم من تاني وهيحققوا في القضايا، لكن المرة دي هيكون عندهم خبرة اكتر. وبكده يكون خلص فيلمنا. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتشوفوا الفيديوهات القديمة واستنونا في فيديوهات جديدة. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتكتبوا لنا في الكومنتات الفيلم اللي حابين تشوفوه المرة الجاية.